السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الجمال وحلاوة السمك البوري المشوي؟ شكله تحفة، طعمه جميل جدا يا جماعة. عايز اقول لكم المشوي مش بولت بس، ده البوري في الشوي خطير جدا. في ناس فكرت ان انا البوري عندي بستخدمه فسيخ بس عشان فسخت في الصيف وفسخت في الشتاء. لا، انا بجيب كمان البوري بشويه على الصاجة وكمان بعمله سنجاري. النهارده هوريكم ازاي نعمل سمك بوري مشوي على الصاجة بتتبيلة مميزة جدا وطريقة سهلة جدا جدا اي حد يقدر يعملها. في البداية كده في شوية نصائح بسيطة هنقولها. لما نجيب سمك بوري بالذات نجيبه كبير، ما نجيبوش صغير عشان يبقى ملحم ويشيل معايا خضره. تاني حاجه ما نشيلش القشر بتاع البوري. تمام يا جماعه، يبقى زيه زي البولت بالظبط. او عامه كده ناخدها كده معلومه عامه، لما نيجي نشوي سمك نجيب سمك ظهره يكون من القشريات، ما يكونش املس، وطبعا منضفينه كويس جدا. يعني سمك البياض مش هينفع نشويه، الاسماك اللي هي الملساء اللي ما فيهاش قشريات مش هينفع نشويها. طيب هبتدي بقى هعمل الحشو بتاعي. انا يعني لقيت المتوفر عندي في الثلاجه كان ايه، طماطمايه بقطعها قطع صغيره جدا زي ما انتم شايفين اهو. ما نقطعهاش قطع كبيره عشان ما تقعش مني وانا بحشي السمك. لقيت عندي كمان فلفل رومي اقطعه قطع صغيره، ما اقطعهوش قطع كبيره. يا حبذا لو في جزرايه بقى، الجزرايه بتبقى طعمها جميل جدا. طبعا انا يعني اكتشفت ان ما كانش عندي جزر فحطيت بصلايه واقطعها برضو قطع صغيره. نخلي بالنا ان السلطه ديت في الاخر هتستوي جوه السمك، فهيبقى خضار سوتيه طعمه جميل جدا جدا للناس اللي بتتبع حميه او بتتبع نظام غذائي او رجيم. انا كده قطعت الخضار بتاعي اللي هو كان طماطم وفلفل رومي وبصل والخضره بتاعتي. هعمل الدريسنج بقى للسلطه ديت مميز جدا. انا مش هحط فيها ملح وكمون لا وخلاص، ده انا هحط فيها ثوم واحط فيها ملح واحط فيها كمون واحط فيها سماق. شويه ثوم زي ما انتم شايفين اهوت، ومعلقه من الكمون ومعلقه من الملح ورشه صغيره كده من الفلفل الاسمر بديل للشطه، يعني عشان انا عندي الاولاد الشطه بتتعبهم. وسنه صغيره من السماك، ما فيش سماك مش مهم، انا بحب احط السماك على السلطه. السماك من الحاجات الحلوه جدا في السلطه. وقرن شطه كده ومعلقه زيت، وبعدين افرمهم عليهم معلقه الخل. في المونتاج بس نسيت اوريكم عصره الليمونه. كده الدريسنج عملته بتاع السلطه، وازود كده معلقتين ميه واقلب السلطه بتاعتي. دي سلطه حتى احنا ممكن ناكلها كده. انا بقى هحشي بيها السمك بتاعي. معلومه مهمه عشان ناكل سمك ونستطعم او الدريسنج ده يبتدي السمكات تتشربه، نركنه في الثلاجه مش اقل من ساعتين ثلاثه. ويا سلام لو عملناها قبلها بيوم، يعني ساعتين ثلاثه هتبتدي السمكه البوري دي تشرب كل الطعم ده. وشويه الدريسنج اللي فاضوا في الاخر رشيتهم على السمكه وطلعته بالثلاجه. وعند الرده بتاعتي مش حاطط على الرده اي حاجه، لا بحط ملح ولا بحط اي شيء، زي السماك بالظبط. يعني الطريقه زيها زي الشارع بالظبط. وبقلب السمك بتاعي والرده بتاعتي تبقى ناعمه، ما اجيبش الرده الخشنه. هبتدي بقى الصاجه بتاعتي دي، الصاجه الجريل بتاعت الفرن اللي موجوده في اي بيت، بحطها على البوتاجاز ورصيت السمك بتاعي رص عادي جدا جدا. وبعدين بقى التريكه الثانيه ايه عشان السمك ما يلزقش مني، ارش عليه من فوق زيت. وكده كده زي ما انتم شايفين الزيت نازل على الصاجه اهو. الزيت ده هيعمل ايه؟ الزيت ده هيخلي السمكه تستوي بسرعه من غير ما تلزق. يلا بقى نعمل الدريسنج الثاني اللي هي الدقه اللي هطلع فيها السمك المشوي. فانا عندي بصلايه وفصين توم وليمونه بقشرها وعندي قرن فلفل. نخلي بالنا ان السمك على الصاجه بيستوي. تمام. هنا بقى معلقه من الكاري ده التوابل اهيت، ومعلقه من الملح او معلقتين من الملح. وبعدين هنحط طبعا سمك يبقى كمون، معلقه كمون. وبودره الجمبري، ودي للاسف مش هتلاقوها عند العطارين، انا بعملها في البيت. بودره الجمبري من الحاجات اللي بدخلها في الرز والسمك بيبقى طعمها جميل جدا. ومعلقه الخل بتاعتي، وهزود ميه عشان الخلاط يتقلب كويس. وهبتدي هفرم الخليط دوت في الخلاط. تمام. هقلب السمك بقى بسرعه. انا رجعت تاني ضربت الخليط في الخلاط ورجعت اقلب السمك زي ما انتم شايفين اهو بالمنظر. هي تقليبتين، ادي اول تقليبه يا جماعه. تمام. وادي التقليبه الثانيه، بصوا مفيش حاجه لازقه، ما لزقش منين بسبب شويه الزيت اللي انا رشيتهم. وادي الدقه بتاعتي خلاص حطيتهم في الصاجه، وهبتدي هتنقل بيها على البوتاجاز. وكده يبقى ما فاضلش غير اطلع من الصاجه على الدقه بتاعتي هي قلبتين اتنين بس. ما نقعدش كل شويه نقلب في السمك عشان ما يتكسرش مني والخضار يقع مني. وحطيته اهو في الدقه بتاعتي، شايفين يتشرب على كل جنب مجرد دقيقه او الثانيه ويرجع يتصفى. وزي ما انتم شايفين هو بغرفه وصفه جميله جدا. اللي يعرفني او قريب مني يعرف ان انا هاني يعني من عشاق السمك، عندي استعداد اكل السمك ده كل يوم. فحبيت اوريكم انا ازاي بعمل السمك البوري. كنت وريتكم قبل كده انا بعمل السمك البولتي المشوي ازاي. هحط اللينك بتاعه برده في اسفل صندوق الوصف. يا رب اكون قدرت اوريكم حاجه كده كويسه وقدرت افيدكم. فضلا منكم ليس امرا عمل اشتراك في القناه وعمل لايك للفيديو ومشاركه للفيديو. كمان تتابعني على صفحتي انا مش شيف في الفيسبوك. وده كان الشكل النهائي للوصفه بتاعتنا النهارده. يا رب تنول اعجابكم. هسيبكم بقى خلاص كده، فاضل دقيقه على الفيديو يخلص. تشوفوا الشكل النهائي دوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.